تعالوا نجهز كوبة حلب أو كوبة التمن. اللي يعرف سبب تسميتها بكوبة حلب يكتب لي بالكومنتات. أول خطوة أنقع التمن، وطبعا نوع التمن يفرق بالطعم وبطريقة العجن وحتى بالكمية. أنا هنا خبطت تمن عادي وهي تمن عنبر، غسلته وصفيته وبعدين على نار عالية حطيت جدر وخليت بيه التمن وضفت له حبة بوتيتا صغيرة، شي اختياري هذا، قطعتها مكعبات صغار، وأضيف عليه ملعقة كبيرة ملح وملعقة صغيرة كركم، وضفت عليه 4 أكواب من المي، تركته يغلي وبعدين سديت الجدر وتركته على نار هادئة لحد ما ينشف المي ويتهدر تقريبا من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، كلش كافي. بعدين أقلبه وحسب طريقة عجنكم، ممكن أقلبه وأثناء التقليب أحاول أمرد التمن، أو ممكن عادي بس تقليب وبعدين أتركه على جنب بس شوية يدفى مو يبرد. وهسه بمقلاة كبيرة أو جدر أجهز حشوة اللحم. أول شي راح أضيف اللحم المفروم، أقلبه لحد ما يتغير لونه، وأضيف عليه بصل مفروم ناعم، ممكن نقطعه باليد وممكن بست البيت. أقلبه مع بعض وأتركه لحد ما يذبل البصل وينشف المي مال اللحم. وهنا بعد ما انطبخ البصل واللحم ونشف مية أبدي أضيف البهارات، والبهارات طبعا حسب الرغبة. البهارات اللي ضفتها ملح وفلفل أسود وكركم وبابريكا أو فلفل أحمر حلو، وبهارات كبة وشوية قرفة أو دارسين. أقلبها مع بعض وأشيلها من النار. وبعد ما يبرد اللحم أضيف عليه البقدونس أو المعدنوس مفروم ناعم، وممكن نضيف أي خضرة حسب الرغبة، ولكن أنا أفضل أضيف بس بقدونس. وهسه نرجع للعجينة بعد ما بردت أو دفأت، حسب طريقتكم شلون راح تعجنوها، إذا راح تعجنوها باليد أو بالمهراسة اليدوية فيفضل أنه تكون دافية أو حارة بدرجة تتحملها إيدكم، ولكن إذا استخدمتوا ماكينة فرم اللحم ممكن التمن يبرد عادي راح يطلع نفس النتيجة. طبعا ماكينة فرم اللحم راح تسهل عليكم هواية طريقة عجن الكبة وتوفر عليكم مجهود وطاقة ووقت، راح تدعولي عليها الحمد لله، الله يديم هالنعمة. أنا استخدمت الراس اللي حبيباتها تكون ناعمة أنعم واحد وثرمتها مرة واحدة بس. وبعد ما خلصت الكمية كلها أعجنها عجنة خفيفة بإيدي بس حتى تتماسك كلها مع بعض. أول شي دهنت إيدي بشوية دهن أو زيت، ممكن أدهن إيدي بالزيت أو أبللها بالمي، ويفضل أنه أدهن الصحن اللي دا أعجن بيه التمن حتى يسهل ولي يلزق، وبعدين أعجن. وهسه أبدي بتجهيز الكبة. أول شي أدهن إيدي بزيت مثل ما قلت قبل شوية أو بمي، لكم حرية الاختيار، ويفضل إنه أغطي إيدي بالكامل بزيت أو المي حتى أثناء اللف ما يلزق بأي جهة. أخذ مقدار من العجينة أكورها وأفتحها من الوسط، وكل شوية أبلل إصبع الإبهام حتى العجينة ما تلزق بإصبعي وتنفتح بسهولة. بعدين أضيف الحشوة والكمية حسب الرغبة، كل ما كثرتوا بالحشوة وخليتوا العجينة خفيفة راح تكون أطيب. لفيت الكبة بثلاث طرق أو 3 أشكال، الشكل الأول دائري، والشكل الثاني الطولانية، والشكل الثالث على شكل هلال بمناسبة رمضان. من الملاحظات المهمة أثناء اللف، أولا لما أحشيها وأسدها
أحاول أضغطها وأفرغ الهواء اللي بداخلها، وأثناء اللف كل شوية أبلل إيدي بالمي أو أدهنها بالزيت حتى لا تلزق وتتشكل أسهل وأسرع. هنا أنا كملت الشكل الثاني وهي الشكل الطولاني، وهسه أبدي أجهز الشكل الثالث على شكل هلال، أنا ألفها بنفس الطريقة الثانية على شكل طولاني، وبعدين بهالطريقة أحاول أشكل الهلال. بعد ما خلصت الكمية كلها أدخلها بالفريزر وأجمدها وأطلعها وقت الحاجة. طريقتين حتى نجهز بيها الكبة. الطريقة الأولى الغير صحية هي إنه نقليها بزيت غزير، والطريقة الثانية الصحية بالقلاية الهوائية. إذا ردنا نحضرها بالقلاية الهوائية فيفضل قبل تحضيرها بنص ساعة نطلعها من الفريزر، وبعدين ندخلها بالقلاية الهوائية على درجة حرارة 200 لمدة تقريبا 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. أما بالطريقة الغير صحية فعادي نطلعها من الفريزر ومباشرة ندخلها على النار، ولازم تكون على نار عالية، ويفضل بزيت غزير ممكن يغطيها بالكامل أو على الأقل يغطي أكثر من نصها. أخليها تتقلى من جهة وبعدين أقلبها على الجهة الثانية، وبعد ما أتأكد أنها استوت من الجهتين تكون جاهزة للأكل.